شوفي لي المنظر الروعه ده اللي يدفي من غير اي حاجه. مش عايز اقول لكم يا جماعه الريحه قلبت البيت. احنا عاملين النهارده طاجن كباب حله، والله العظيم بجد يستاهل التجربه. تعالي النهارده اوريكي كل اسرار المطاعم لكباب الحله، تعمليه من غير باودر ديمجلاس ومن غير اي مصنعات. طريقه لكباب الحله فتاكه، يلا بينا. اول حاجه يا جماعه هنسمي بسم الله. احنا هنعمل دلوقتي طاجن كباب حله، يعني لازم اللحمه دي تتطجن كويس. نحط معلقتين من السمنه البلدي ونعمل تشك او صدمه للحمه بتاعتنا. بعد كده نبتدي ننزل مع بعض بالبصل. طيب كميه البصل قد ايه يا حديدي؟ كميه البصل قد كميه اللحمه. لو انا بعمل كيلو من اللحمه هحط قدها بصل. تمام الكلام كده لحد هنا تمام التمام. خدي بالك البصل اللي بيتعمل مع طاجن كباب الحله والله العظيم هتاكلي صوابعك وراه، هتسيبي اللحمه وتاكلي البصل. تعالي لي بقى نحط البهارات بتاعتنا. بحط معلقه فلفل اسود وبعد كده بشرتين من جوز الطيب ومعلقه ملح وقرن فلفل سبايسي، ده اختياري بس هيديني نفس من بعيد كويس. ونقلب تقليبه حلوه وننزل بميه سخنه. خدي بالك من التفاصيل دي مهمه جدا، لان اهم من المقادير التركات اللي انا بقول لك عليها ديت. لازم ميه سخنه. سيبيها بقى على النار تغلي براحتها خالص، نص ساعه ساعه الا ربع على حسب نوع اللحمه اللي انت بتستخدميه، ولكن سيبها تستوي براحتها خالص وتشرب من الصوص بتاع البصل والبصل يشرب من المرقه بتاعت اللحمه. هو ده الطعم. خدي بالك يعني المهم ان احنا بنخش جوه تفاصيل الاكله، ما بنطبخش وخلاص. تعالوا نعمل مع بعض كمان شويه صوص حلوين كده ونحط لهم معلقتين من النشا عشان يربط معايا والصوص بتاعي يكون ليه قوام. حطيت كوبايه ميه سخنه وبعد كده بحط معلقتين من الصلصه البوريه وبعد كده بحط معلقه كزبره، معلقه كمون صغيره، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، بعد كده بضيف معلقتين من النشا. كل الكلام دوت هنقلبه تقليبه حلوه قوي. واول ما اللحمه تبتدي تخش معايا في التسويه نبتدي ننزل مع بعض كده في الطاجن بتاعنا او في الحله بتاعتنا بالصوص دوت على اللحمه دايركت على طول. تمام الكلام لحد هنا الدنيا تمام التمام. واظهر وبان عليك الامان. بص الطاجن بيتكلم مصري ما شاء الله، روعه الروعه. الصوص ليه قوام تمام، لكن الصوص اللي احنا عملناه هيربط معانا ويظبط المسائل ويعمل البالانس او المعادله الصعبه. تعالوا نغرف كده ونشوف عدل الطاجن ده ايه. المنظر الروعه ده اللي يدفي من غير اي حاجه، لو انت حتى الدنيا بتنزل تلج مش مطر. كده احنا عملنا طريقه كباب الحله بالصوص الناعم، صوص البصل والصوص الجميل دوت من غير اي مصنعات. اتمنى تجربوه بجد يستاهل التجربه والله العظيم. ريحته تجري الريق. محتاج شويه رز بريء من الشعريه، بريء من اي حاجه، رز ابيض جنبه بتنجان مخلل او عيش بلدي، هو ده الكلام المظبوط. اللحمه دايبه، الصوص البصل ده والله العظيم تسيب اللحمه وتاكل البصل. صوص حكايه من غير اي مصنعات. لايك وشير للفيديو. كباب حله فتاك. سلام. دلعني بقى.